السلام عليكم ورحمة الله. برحب بالجميع في كل مكان. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات كولكشن. برحب بكل متابعي القناة. النهاردة ان شاء الله زي ما احنا شايفين هنشتغل جاكيت او سويتر ب يعني غرزة مميزة جدا، اهداء مني لكل حبايبي واصدقائي اللي طلبوا نتعلم الكم على الغرزة المقفولة بالشكل ده كده. طبعا من الباترونات السهلة جدا، عبارة عن تكرار لسطر واحد بيتكرر على طول القطعة، وهديكي كمان جدول لكل المقاسات اللي تقدري تشتغليها معايا على نفس الباترون من اصغر مقاس ولحد اكبر مقاس. يعتبر من يعني الباترونات المزدوجة تقدري تشتغليها سواء للبنات او الاولاد، او حتى لو بقياسات كبيرة يبقى نسائي او رجالي حسب الالوان اللي هتستخدميها على التطبيق. الباترون ده دبل فيس، دايما استخدمي عليه لون غامق وفاتح لانه بيبقى فيه وش غامق بالشكل ده كده، والوش التاني وش فاتح. تقدري تستخدميه على الاتجاهين اذا حابه، وبالشكل ده يبقى من الباترونات المميزه جدا. اتمنى انه الباترون يعجبكم. وقبل ما نشوف باترون النهارده خليني اذكر كل حبايبي واصدقائي اللي بيشوفوني او بيتابعوني لاول مره انه كل لينكات التواصل وصفحات القناه موجوده على اول تعليق مثبت تحت الفيديو. تقدري تتواصلي بيها معايا او تبعتيلي صور التطبيقات، او حتى لو حابين تبعتولي صور علشان نتعلمها مع بعض على القناة. كل اللينكات والصفحات الرئيسية للقنوات تقدري من خلالها تبقي على الصفحات الرئيسية، تقدري تشوفي كل الاشغال والتطبيقات اللي نزلناها مع بعض. اما دلوقتي خلينا نشوف الادوات وطريقة التطبيق لباترون النهارده. الادوات اللي هستخدمها، هشتغل على خيوط صوف متوسطة السمك بلونين مختلفين. طبعا نفس الباترون تقدري تستخدمي الخامة المتوفرة عندك، ولو حتى حابة تعمليه من لون واحد هينفع. زي ما احنا شايفين كده الخيوط دي هشتغل عليها بإبرة رقم 4 ملم. هحتاج لإبرة التنظيف، المقص، اي ماركر او دبابيس عشان نعلم اثناء الشغل، وكمان لوحدة قياس بالسنتيمتر علشان نعرف ناخد القياس اللي هنشتغل عليه. علشان تشتغلي معايا نفس الباترون لاي سن ولاي مقاس باي وحده قياس بالسنتيمتر بالشكل ده كده، وبلف من المزوره حوالين محيط دوران الراس. الرقم اللي بيطلع عندي على نهايه الدايره هو ده المفروض رقم البدايه اللي ابتدي عليه السطر الاول. بس بما اننا بنشتغل على الصوف، والصوف بيبقى عليه مطه شويه، وعشان السبرينه تبقى مناسبه على منطقه الرقبه وما تبقاش واسعه، فممكن الرقم الفعلي اللي بيطلع عندنا نقل عنه 2 او 3 سم ونبتدي نشتغل. ده معناه ان انا لما بلف بالمزوره بالشكل ده كده، سي انا اخدت المقاس واجيه مثلا 25 سنتيمتر، فانا بقل لحد 23 او 22 وابتدي اشتغل السطر الاول. تمام. اراعي انه السطر المربع اللي هنشتغله على الغرزه ديت من مضاعفات العدد 8، اذا انا محتاجه عدد يقبل القسمة على 8، وبالتالي هرتفع 8 سلسله في 8 سلسله في 8 سلسله لحد ما بوصل على القياس اللي اخدته. فاول خطوة هبتدي اعملها، هشتغل حلقة البداية بشكل طبيعي، بسحب من الخيط 1 2 وبشد طرف الخيط. انا هرتفع على البداية مش بسلسلة عادية، ولكن هنشتغل الكولة بالمرة. يعني الكولة اللي هنشتغلها هتعتبر معايا عدد الغرز اللي انا هشتغل عليه. اللي حابب يشتغل معايا نفس القياس، انا هشتغل قياس صغير يلبس من سنة لسنتين، طبعا سنتين ونص باطوال مختلفة على القطعة، لكن بنفس البداية. اذا انا هرتفع من مضاعفات العدد 8 سطور في 8 سطور في 8 سطور، وبعد كده بزود 4 سطور اضافية علشان نبتدي الشغل على الكولة. فاحنا هنكون الكولة واحنا بنشتغل السلسلة البداية. بنعمل ايه؟ هنرتفع على البداية ب 8 غرزة سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 بالشكل ده كده. تمام. بعد كده هبتدي ان انا افوت اول غرزة على طول، وهنزل على الغرزة رقم 2. طبعا انا بشتغل قياس صغير، وده عرض الكولة اللي انا هشتغلها. تمام. لو بتشتغلي مقاسات كبيرة فوق ال7 او 8 سنين في مطالع، ممكن قوي انك تعرضي الكولة وما تبقاش من 8 سلاسل، ممكن ترتفعي ب 10 12 سلسلة، العرض المناسب على الكولة للقياس اللي بتشتغليه. تمام كده. فانا هنا بعمل ايه؟ هفوت اول سلسلة على طول تحت الابرة، وهروح على السلسلة رقم 2 وهشتغل غرزة حشو من الغرزة البسيطة حلقتين وبطلع منها. هكرر، هدخل على الغرزة اللي بعد كده غرزة حشو، وكل غرزة هتقابلنا من على الدور هنشتغل فوقيها غرزة حشو كده لحد اما بنوصل على اخر غرزة.
شايفين انا كده وصلت على الغرزة الاخيرة بالشكل ده كده. هنعمل ايه؟ هنرتفع بالسلسلة على النهاية وهلف السطر بتاعي، مش هشتغل على الارتفاع، بفوت الارتفاع وابتدي اشتغل على باقي الغرز كلها اللي معايا نفس غرزة الحشو، لكن هنشتغلها على الباك لوب. فانا هنا اهوت مش هنزل تحت حلقتين الغرزة كده، لا هفوت الغرزة او الفتلة الامامية واخد بس الفتلة الخلفية بالشكل ده كده، واشتغل نفس غرزة الحشو البسيطة اللي هي حلقتين وبطلع منها، واستمر بنفس الطريقة، باخد الفتلة الخلفية واشتغل غرزة حشو، وهكذا على كل غرزة بتقابلنا اشتغل على الباك لوب. كل الغرز اللي بتقابلني بشتغل بس على الغرزة الخلفية، غرزة حشو واحدة فوق كل غرزة لحد النهاية. هو ده السطر الوحيد اللي هنفضل نكرره من هنا ورايح ولحد طول الكولا اللي هنشتغلها. يعني انا هفضل ارتفع بالسطور من نفس السطر كده، كل مرة باجي على النهاية اشتغل على اخر غرزة بالشكل ده كده، برتفع سلسلة والف السطر بتاعي، بفوت الارتفاع وابتدي على طول من اول غرزة على الدور، بشتغل في الباك لوب. كل الغرز بتاعتي من هنا ورايح تبقى على الفتلة الخلفية وبس بالشكل ده كده، غرز حشو، وهرتفع بنفس الطريقة. انا ارتفعت على القطعة اهو زي ما احنا شايفين ب44 سطر، 40 من مضاعفات العدد 8 و4 سطور في النهاية. يبقى انا المفروض ان انا اشتغل، لو عايزة تشتغلي من غير الكولا وتشتغلي السلسلة، هي بتشتغلي السلسلة من مضاعفات العدد 8 وفي الاخر بتزودي 4 سلاسل. تمام، احنا اشتغلنا السطور بدل السلاسل علشان نبقى كونا الكولا اللي فوق بالمرة بالشكل ده كده. تمام، علشان اسهل معاكم الموضوع، اللي حابب يشتغل معايا نفس الباترون ده بقياسات اكبر زي ما احنا شايفين، انا ارتفعت بيه 44 سطر، ارتفعي بال 44 سطر هما وبعد كده هتشتغلي 8 سطور في 8 سطور لحد قياس محيط دوران الرأس اقل من محيط دوران الرأس ب 2-3 سنتي زي ما اتفقنا كده، وبتبتدي تشتغلي معايا نفس هي الخطوات، بتقسمي التقسيمة بتاعتك وتشتغلي نفس الخطوات. في المرحلة دي عشان نكمل الشغل بتاعنا هنحط التقسيمة اللي هنشتغل عليها الصدر المربع. بالنسبة لي انا هنا عندي 44 سطر، ولو انا قسمت ال 44 على الاربع زوايا هيديني كل زاوية فيهم 11 غرزة او 11 سلسلة، وبالتالي انا على كل ضلع المفروض يبقى فيه 11 غرزة. لكن للتقسيمة بتاعتنا هنا دايما الصدر والظهر بياخدوا اكتر من الاكتاف او اكتر من منطقة الكم، وبالتالي انا هاخد من الكم ده غرزتين ارميهم للظهر، وباخد من الكم ده غرزتين وارميهم على الصدر، وبالتالي بيبقى الكم هنا اقل من الصدر والظهر. تمام كده، انا بالنسبه لي عندي 44 غرزه لكل ضلع 11، وبالتالي انا هاخد من ال11 بتوع الكم هنا غرزتين ارميهم للظهر، هيبقى الكم عندي 9. يبقى الكم ده 9 والكم ده 9، والظهر اصبح بدل 11 رميناله غرزتين بقوا 13، وكذلك الصدر بنفس الطريقه كان 11 واديناله غرزتين بقى 13 زي ما هو موضح على المربع كده. هو ده التقسيمه اللي انا هقسمها على ال 44 سطر بتوعي. لكن انت لو بتشتغلي قياسات مختلفه معايا واشتغلتي قياس تاني، بتشوفي العدد بتاعك بنفس الطريقه بتقسميه على الاربعه، وتشوفي عندك على كل ضلع كام غرزه. بعد كده بتاخدي من الكم ده غرزتين تديهم للظهر، والكم ده غرزتين وتديهم للصدر، وبالتالي بتحطي العلامات بتاعتك وتمشي معايا بنفس الخطوات. فانا هنا زي ما احنا شايفين مع بعض كده قسمت التقسيمه اللي على الجدول عباره عن ايه. اخدت 1 2 3 4 5 6 7 وحطيت في السابع علامه. تمام، ليه على السابع علامه؟ لانه انا عندي 13 للصدر، والصدر انا هقسمه نصه قبل السطر ونصه في اخر السطر. تمام كده، فاخدت 7 سطور وفي السابع علامه. تمام، بعد كده الكم عندي مكون من 9 سطور، ف1 2 3 4 5 6 7 8 وفي التاسع علامة. ومنطقة الظهر فيها 13 سطر، اخدت ال 13 سطر بتوعي وفي 13 علامة. ثم الكم التاني ب9 سطور، اخدت ال9 سطور وفي التاسع علامة، وبيتبقى معايا هنا على السطر 6 غرز او 6 سطور، وهم باقي الضلع الاول او باقي السبعة اللي كانوا على البداية 7 و6
13. طبعا الغرزة اللي ناقصة هنا مفيش اي مشكلة، ما بتأثرش معانا لو اشتغلناها زي ما هي كده، وممكن بنيجي في نهاية السطر ونزود غرزة. تمام. فانا كده بعد ما قسمنا التقسيمة بتاعتنا بنبتدي نعمل ايه. انا هنا على بداية الدور هرتفع على البداية بسلسلة واحدة بالشكل ده كده، وهلف السطر بتاعي. هنا عندي يعني سطور، كل سطر فيهم هشتغل غرزة حشو. فاول غرزة تحت الابرة على طول هشتغلها غرزة حشو من الغرزة البسيطة حلقتين وبطلع منها، ثم الغرزة اللي بعد كده، واستمر بغرزة واحدة فوق كل غرزة كده لحد ما نوصل على مكان الزاوية. السطر ده مفهوش اي زوايا، بس احنا هنكون سطر منتظم من غرزة الحشو كده. لما بنوصل لغرزة الزاوية بنشيل الماركر او العلامة بالشكل ده، ونحط غرزة حشو مكان العلامة، نفس غرزة الحشو البسيطة حلقتين وبطلع منها، وارجع احط العلامة على مكانها مرة تانية. السطر ده مجرد ان احنا بنحط سطر منتظم من غرزة الحشو كده، يعني مش هنشتغل زوايا، ولكن هاجي على كل مكان ماركر واكمل بغرزة واحدة فوق كل غرزة كده لحد نهاية الدور. سطر منتظم من غرزة الحشو لحد النهاية كده، واتأكد ان انا اشتغلت على اخر غرزة عشان احافظ على استقامة الكيرف. وبعد اخر غرزة كده هرتفع بسلسلة واحدة. المفروض ان انا ادخل اللون الجديد، فانا هنا كده هبتدي ان انا في اخر غرزة حشو المفروض معايا حلقتين اسحب الغرزة دي باللون المختلف بالشكل ده كده. سحبت اللون الجديد، هرتفع بسلسلة واحدة والف السطر بتاعي، ومش هفصل الخيط اللي كنت بشتغل منه، لا هاخده معايا على السطر او على الدور بالشكل ده كده. تمام، كأني بخفيه تحت الشغل بتاعي. وبعد ما ارتفعت سلسلة واحدة كده هاجي على اول غرزة تحت الابرة على طول، اللي هي تعتبر غرزة الارتفاع، وهسحب غرزة حشو من الغرزة البسيطة اللي هي حلقتين وبطلع منها. تمام كده. بعد كده على الغرزة اللي جاية وعليها الدور هلف الخيط على الابرة، وهدخل اشتغل غرزة عمود بلفة. العمود العادي معايا 3 حلقات، هشتغله حلقتين في حلقتين، ثم على الغرزة اللي جاية وعليها الدور هشتغل غرزة حشو. اذا انا بنفس التسلسل ده همشي على الدور كله، مرة بشتغل حشو مرة بشتغل عمود بلفة. فبعد الحشو كده هلف الخيط، وعلى الغرزة اللي بعد كده هشتغل عمود بلفة. اتأكد انه الخيط معايا على السطر وانا بشتغل، لانه الخيط ده هينتقل معايا على كل دور. فانا هنا اشتغلت عمود، يبقى الغرزة اللي بعد كده غرزة حشو، بعد كده عمود، بعد كده حشو. زي ما احنا شايفين وصلت فين؟ وصلت عند اول ماركر او اول علامة، وهنبتدي هنا نشكل اول زاوية. وهشيل الماركر او العلامة، والزاوية بتاعتي هنا بتتكون من 3 غرز بنفس التسلسل الغرز اللي احنا بنشتغلها على الدور. تمام. اذا انا بشوف الغرزة اللي قبل الزاوية على طول كانت ايه؟ كانت عبارة عن غرزة حشو، يبقى الدور اللي جاي على غرزة العمود بلفة. في مكان الماركر هشتغل عمود بلفة. بعد كده هشتغل كمان غرزتين في نفس الغرزة. بعد العمود بشتغل حشو، وبعد الحشو بشتغل عمود. اذا انا بشتغل بنفس التسلسل اللي انا بشتغله من بداية السطر، ما غيرتش اي حاجة، بنفس الطريقة. تمام. دايما ببص على الغرزة اللي قبل الزاوية، لو كانت حشو يبقى بشتغل عمود حشو عمود، ولو كانت عمود بشتغل حشو عمود حشو، يعني بنفس التسلسل بالظبط، مش هغير اي حاجة. الفرق ان احنا بنشتغل 3 غرز بنفس التسلسل لكن على غرزة المارك. تمام، 3 غرز في نفس الغرزة. اذا انا برجع احط العلامة بتاعتي فين؟ يفترض ان انا اشتغلت 3 غرز. بعلم دايما الغرزة اللي في المنتصف. تمام، سواء كانت غرزة حشو او غرزة عمود حسب التسلسل، بعلم الغرزة اللي في النص بالشكل ده كده من ال3، واكمل بقى شغلي بنفس الطريقة. انا اخر حاجة هنا اشتغلتها غرزة عمود بلفة، يبقى الجاية هشتغلها غرزة حشو، واستمر بنفس الطريقة. واحدة بشتغلها عمود، وواحدة بشتغلها حشو، عمود حشو، واستمر كده لحد الماركر.
شايفين انا هنا قبل الماركر، ودي اخر غرزة قبل الماركر اهي. المفروض ان انا تدور على العمود بلفة. اشتغلت العمود بلفة بالشكل ده كده تمام. يبقى هشيل العلامة، والمفروض ان الزاوية بتاعتي هتبتدي بالغرزة حشو عمود، يبقى اللي جاية حشو، يبقى هشتغل هنا حشو وابتدي اكون الثلاث غرز في المكان الواحد. ادي حشو، هلف الخيط، بعد كده عمود حشو. اذا انا على الزاوية بشتغل نفس الغرز هي بنفس التسلسل، الفرق ان انا بكون الثلاثة على نفس المكان تمام. ودايما ببص على الغرزة اللي قبل الزاوية، اذا كانت حشو يبقى ببتدي الزاوية بعمود، واذا كانت عمود ببتدي الزاوية بحشو تمام. هنستمر بنفس الطريقة. اخر حاجة اشتغلتها هنا ايه؟ كانت عبارة عن غرزة حشو، فهنبتدي على طول هلف الخيط واشتغل غرزة العمود، واستمر بقى بنفس الباترون، غرزة حشو وغرزة عمود، وهكذا هكون باقي السطر كله بنفس الطريقة. وعلى الزوايا زي ما قلنا كده بنشتغلها بنفس التسلسل، الفرق ان احنا بنشتغل 3 غرز في المكان الواحد. هستمر ولحد نهاية الدور. وصلت على نهاية الدور، وخلي بالي في النهاية اتأكد ان انا بشتغل على اخر غرزة. وزي ما احنا شايفين كده انا وصلت على اخر غرزة. اخر حاجة اشتغلتها عمود، يبقى الدور على غرزة الحشو. ودايما الغرزة الاخيرة زي ما احنا شايفين كده بسحبها، لكن بسحب فيها اللون اللي مشي معايا على الدور. شايفين كده انا ما بسيبش الخيط يمشي يعني يبقى تحت الغرز بتاعتي طول ما انا ماشية. الخيط اهو، وانا اشتغلت اخر غرزة غرزة حشو، هسحبها من اللون المخالف بالشكل ده كده تمام. وبنفس الطريقة بقى هستمر. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنكرر من نفس السطر وبنفس التكرار هو مع الفرق ان احنا كل مرة بنيجي هنا هو بنغير اللون. طب ايه الفرق التاني؟ ان احنا بنعكس الغرز. الغرزة لما تكون بدأناها بحشو نبتديها بعمود، واذا السطر بادئ بعمود نبتديه بحشو، وهكذا. يبقى انا سحبت اللون اللي هشتغل منه، هرتفع بسلسلة. اخر حاجة اشتغلتها هنا كانت حشو، هسحب الخيط بتاعي وهلف السطر بتاعي بالشكل ده كده، واسحب الخيط اللون اللي كنت بشتغل منه السطر السابق هخليه معايا على الدور بالشكل ده كده. واخر حاجة اشتغلناها على الدور السابق كانت حشو، يبقى انا هبتدي بعمود بلفة. فبعمل ايه؟ هشتغل مكان، ممكن ابتدي بارتفاع على طول اللي هو 3 سلاسل، وممكن اشتغل بالطريقة دي ان انا اشتغل في المكان ده اللي هو المكان الاول غرزة حشو سلسلتين، وبكده ابقى بدأت الدور بتاعي بغرزة عمود بلفة تمام. وبعد كده بقى استمر، اشتغلت عمود يبقى اشتغل اللي جاية غرزة حشو. اذا انا بدلت الغرز، ومباشر كده كل ما بتبدلي الغرزة الاولانية كده بالتسلسل بقى بتبقى كل الغرز اتبدلت معاكي. يعني دايما بس تخلي بالك من الغرزة الاولى، وبعد كده السطر هيمشي معاكي بالعكس لوحده. فانا هنا كده بعمل ايه؟ اشتغلت غرزة حشو، امشي بقى بالتسلسل اللي كنت ماشية بيه، بعد كده غرزة عمود بلف، واتأكد انه زي ما احنا شايفين كده الخيط بينتقل معايا تحت الغرز. بعد العمود هشتغل حشو، وبعد الحشو عمود بلف، وبعدين حشو عمود بلف. زي ما احنا شايفين انا وصلت لحد الغرزة اللي قبل العلامة او الماركر، وفي مكان العلامة بنكون زاوية مكونة من 3 اعمدة وبنفس التسلسل اللي احنا ماشيين بيه. اخر حاجة اشتغلتها عمود اللي قبل العلامة اهي، يبقى الدور على الحشو. بعد العمود هشتغل حشو، وبما اني بشتغل الزاوية فهشتغل 3 غرز مع بعض. ادي الحشو الاول، يبقى هشتغل عمود، وبعدين في نفس المكان ارجع اشتغل غرزة حشو. اذا انا اشتغلت ال3 غرز بتوعي، وارجع احط العلامة بتاعتي دايما على غرزة المنتصف بالشكل ده كده تمام. وبعد كده استمر بنفس الطريقة. انا اخر حاجة اشتغلتها هنا حشو، يبقى هلف الخيط على الابرة، وعلى الغرزة اللي جاية هشتغل عمود بلف بنفس التسلسل بالظبط. زي ما احنا شايفين هو سطر سهل التكرار جدا. كل اللي عليكي بتعمليه ان انت يعني بتتاكدي انك بتشتغلي عكس الغرزة الاولى، وهي طريقة تشكيل الزاوية هي بنفس التسلسل وبنفس الطريقة. كل مرة بنيجي مكان المارك نشتغل 3 غرز مع بعض بنفس التسلسل اللي احنا ماشيين بيه. لو هي بادئة بحشو يبقى حشو عمود حشو، لو هي بادئة بعمود يبقى عمود حشو عمود
تمام كده. فزي ما احنا شايفين بنستمر بنفس الطريقة. ادي العمود يبقى الدور على غرزة الحشو، واتأكد انه اللون التاني بينتقل معايا على السطر، واستمر غرزة وغرزة بالشكل ده كده لحد مكان الزاوية. شايفين بالشكل ده كده انا استمريت، وهنا كده فاضل عندي غرزة واحدة قبل الزاوية. اخر حاجة اشتغلتها غرزة عمود بلفة. هشتغل الغرزة اللي جاية غرزة حشو زي ما بشتغل، يعني عمود حشو، وبعد كده بقابل غرزة الماركر او الزاوية، بشيل العلامة، وانا اخر حاجة اشتغلتها حشو، يبقى الزاوية بتاعتي هتبتدي بعمود. فهلف الخيط واشتغل عمود بلفة، وبنفس التسلسل بقى هشتغل حشو عمود بلفة. بشتغل 3 غرز في المكان الواحد بالشكل ده كده، ودايما بحط العلامة بتاعتي على غرزة المنتصف. يعني ادي 1، وفي الغرزة اللي في النص بنحط العلامة مرة تانية، لانه ده مكان الزاوية على الدور اللي جاي. اتأكد بس انها في المكان السليم بالشكل ده كده. تمام. وبنفس الطريقة بقى زي ما احنا شايفين، هو تكرار سطر وحيد هنكرره على طول القطعة. كل مرة بنشتغل بنفس الطريقة والتسلسل. اخر حاجة اشتغلناها هنا عمود، بنكون بعد كده حشو عمود حشو عمود حشو، ولما نوصل للزاوية بنكون 3 غرز في المكان الواحد حسب تسلسل الغرزة. لو اخر غرزة قبل الزاوية بقى كانت حشو، بنبتدي الزاوية بعمود حشو عمود، ولو كانت يعني الغرزة اللي قبل الزاوية حشو، يبقى بنبتديها عمود حشو عمود. يعني حسب تسلسل الغرزة. هو الفرق ان احنا بنبني 3 غرز في المكان الواحد. زي ما احنا شايفين هو سطر وحيد سهل جدا. بنيجي في النهاية ودايما بنرتفع حسب الغرزة اللي احنا نهينا بيها الدور. لو نهينا الدور بحشو يبقى هنرتفع 3 سلاسل، او هنرتفع الارتفاع اللي ارتفعناه كده، ونبتدي الدور الجديد بعمود. ولو هو عمود بنبتديه بحشو. يعني بنعكس الغرز، دايما نعكس اول غرزة، لو هي حشو تبقى عمود، ولو هو عمود يبقى حشو. وبنرجع بالسطر بنفس طريقة العمل كده، ما بنغيرش اي حاجة لحد اما القطعة دي تكبر معانا ونوصل لقياس ابط مناسب، وفي نفس الوقت بنبقى وصلنا لعرض كتف مناسب. بصوا معايا كده، انا قبل ما ارتفع حبيت انهي معاكم السطر ونشوف ارتفاع السطر الجديد. زي ما احنا شايفين كده انا في النهاية فاضل لي غرزة واحدة. اخر غرزة اشتغلتها غرزة حشو، يبقى الغرزة اللي بعد كده غرزة عمود بلفة. بسحب العمود بتاعي بالشكل ده كده. معايا 3 حلقات، هسحب حلقتين، ودايما بسحب اخر حلقتين او اخر غرزة حشو باللون الجديد او اللون التاني علشان اقدر ارتفع من السطر اللي جاي. فبسحب الحلقتين الباقيين من اللون التاني بالشكل ده كده، وبكده ابقى نهيت الدور ده انتهى معايا بايه؟ بغرزة عمود. لازم افتكر كده علشان لما اجي ابتدي الدور اللي جاي ببتدي عكس الغرزة. تمام كده. فانا هنا كده بعد ما نهيت الدور وسحبت اللون التاني، كل اللي احنا بنعمله هنعمل ايه؟ هنبتدي ان احنا نشوف احنا خلاص نهينا الدور بعمود، يبقى انا المفروض اشتغل فوق العمود ده غرزة حشو، فبرتفع سلسلة واحدة. لو اذكركم ان احنا على السطر السابق ده لما بدأناه بغرزة عمود بلفة. اذا انا ببتدي عكس الغرزة اللي بنهي بيها. لو نهيت بالحشو ببتدي بعمود، ولو نهيت بعمود ببتدي بحشو. تمام. فانا هنا كده خلاص بدأت السطر بتاعي بسلسلة ارتفاع، لاني هشتغل غرزة عمود يعني جوه العمود هشتغل غرزة حشو. فانا هنا كده بعمل ايه؟ لفيت السطر بتاعي واخد اللون التاني معايا على الدور بالشكل ده كده، وابتدي اشتغل مكان الارتفاع على طول. في اول غرزة بشتغل غرزة حشو من الغرزة البسيطة اللي هي حلقتين وبطلع منها. انا كده عكست الغرزة الاولى، اوتوماتيك كده مادام عكست الغرزه الاولى يبقى كل الغرز معايا خلاص كده هتتعكس. فهلف الخيط على الابره، تدور على غرزه العمود بلفه، ثم استمر بقى بنفس الباترون اللي بشتغله كده، غرزه حشو وغرزه عمود بلفه لحد ما بوصل لمكان الماركر اللي هو مكان الزاويه. وفي الزاويه بشكلها بنفس الطريقه، ما بتتغيرش معايا، هو نفس شكل العمل، غرزه حشو وغرزه عمود غرزه حشو وغرزه عمود، وبنفس التسلسل والدور على الغرزه بنشتغلها. زي ما احنا شايفين ببص على الغرزة اللي قبل العلامة على طول هشتغلها ايه؟ هشتغلها غرزة عمود بلفة، يبقى الزاوية بتاعتي هتبتدي بحشو. اشتغلتها غرزة حشو يبقى الزاوية بتاعتي هتبتدي بعمود.
وبنكون الثلاث غرز في نفس المكان. هنا انا اخر حاجة اشتغلتها كانت غرزة عمود بلفة، يبقى الزاوية بتاعتي هتبتدي بحشو. ادي حشو، عمود بلفة، حشو. انا كده كونت الثلاث غرز مع بعض، ودايما برجع احط العلامة بتاعتي على الغرزة اللي في المنتصف بالشكل ده كده. تمام. وبعد كده بستمر بقى. انا هنا كده نهيت بعمود، يبقى الغرزة اللي جاية وعليها الدور غرزة حشو. زي ما احنا شايفين هو تكرار وحيد كده، انا هفضل اكرره وارتفع. طبعا انا هرتفع بقياس الابط المناسب بالنسبة لي، ونرجع نشوف الخطوة اللي جاية. ارتفعت من نفس الباترون زي ما احنا شايفين مع بعض كده لحد ما وصلت للمقاس اللي انا حباه. والقطعة جابت معايا اولا عرض كتف مناسب، وكمان قياس ابط مناسب للمقاس اللي بشتغله. لما بنوصل للمرحلة دي كده، وعلى فكرة الغرزة اللي بنشتغلها بتبقى دبل فيس، يعني في وش فيهم بيبقى فاتح ووش غامق، وتقدري تلبسي القطعة على الوشين اذا فنشتيها في النهاية بشكل كويس. تمام كده. زي ما احنا شايفين مع بعض على السطر اللي جاي هنبتدي بقى نقفل منطقة الابط. فانا هنا كده على النهاية، وهبتدي السطر الجديد بشكل طبيعي زي ما بشتغل من بداية الباترون. اخر حاجة كنت اشتغلتها عمود بلفة وسحبت فيه اللون الجديد، وعمود بلفة يعني انا هعكس الغرزة فهرتفع سلسلة واحدة، هشتغل غرزة حشو على اول غرزة كده، ابقى عكست اول غرزة، واوتوماتيك بقى هشتغل بنفس التسلسل. الغرزة اللي بعد كده عمود ثم حشو عمود حشو عمود لحد اما نوصل على مكان الماركر. وصلت هنا بنفس الطريقة كده غرزة وغرزة لحد مكان الماركر او العلامة. هشيل العلامة، وزي ما بشتغل من بداية الباترون مش هغير اي حاجة. انا هنا اخدت غرزة حشو، بالنسبة لي كانت الاخيرة غرزة حشو، يبقى هبتدي اشتغل العمود على مكان الزاوية، هشتغل عمود بلفة، ومش هبتدي اشكل غرزة يعني الزاوية، لكن انا هشتغل بس غرزتين. الغرزتين دول هما ايه؟ هما عمود وحشو بالشكل ده كده بنفس التسلسل. اخدت كده هاخد سلسلتين، تمام، وهتخطى كل الجزء دوت كده واروح عند الزاوية المقابلة عشان اقفل واغلق المكان. اخلي بالي ان انا عشان بشتغل قياس صغير فاخدت سلسلتين، تمام، لكن لو بتشتغلي معايا نفس الباترون لقياسات كبيرة تقدري تاخدي اي عدد زوجي، لاننا بنشتغل طبعا يعني من مضاعفات العدد 2، لاننا بنشتغل غرزة وغرزة. تمام كده. فانا هنا في الزاوية شكلت الغرزتين واخدت سلسلتين وهقفل الباط ده عشان مقاس صغير. لكن لو مقاس كبير اوقات بنبقى وصلنا لعرض كتف مناسب، ولكن دوران الكم بيبقى لسه عايز براح شوية، وبالتالي بناخد سلاسل حرة كده تدينا البراح ده. فاحنا ممكن ناخد 4 سلاسل 6 سلاسل حسب البراح اللي انت حباه، وما تحاوليش تزودي قوي، لانه كده كده الشغل الهاند ميد بيمط، والصوف بالذات بيبقى عليه مطة، وبالتالي يعني ما تحاوليش تزودي في السلاسل قوي. ممكن اول حد 6 سلاسل هيبقى كويس. فانا هنا كده زي ما احنا شايفين مع بعض اخدت السلسلتين واشتغلت جوه الزاوية غرزتين بنفس التسلسل عادي، واخدت السلسلتين. طبعا الخيط اللي كنت بنقله معايا على الدور مش هينفع انقله، خلاص انا اخدته في الجزء ده كده، تمام، واقدر اتخلص منه في المرحلة دي. هشيل الخيط اللي انا مش شغاله بيه وهفصله خالص اهو، ما خليتش منه جزء لانه اوريدي دخل تحت الجزء اللي انا اشتغلته على البدايه. تمام. بعد السلسلتين بقى هتخطى كل منطقة الكم دي واروح على يعني الغرزة المقابلة او اللي هي الزاوية المقابلة، وهشتغل نفس الغرزتين بنفس التسلسل. فبعمل ايه؟ انا شلت كده العلامة او الماركر وهتخطى الجزء اهو، وهروح اشتغل ازاي؟ انا بالنسبة لي عشان اشتغل في الزاوية المقابلة هنا لازم اشوف الغرزة اللي بعد الزاوية على طول. انا هشتغل في غرزة المنتصف. الغرزة اللي بعد كده غرزة حشو، لو انا عكستها تبقى غرزة عمود. اذا انا عشان اشتغل بنفس تسلسل الغرزة يبقى لازم اشتغل هنا هو عمود حشو، عشان يبقى التسلسل الطبيعي لما ابتدي اشتغل على بقية الدور. تمام. يبقى اشتغل الزاوية حسب التسلسل اللي انا شغالة بيه. تمام كده. يبقى انا هاجي على مكان الماركر وهشتغل غرزة عمود بلفة، تمام،
وبعد كده في نفس المكان هاخد غرزة حشو واكمل باقي السطر. شايفين الغرزة اللي جاية وعليها الدور غرزة حشو، وبالتالي انا هشتغل غرزة عمود، يبقى انا اشتغلت بنفس التسلسل، عمود حشو عمود، والدور هيمشي زي ما كان ماشي بالظبط. تمام. وانت حسب القياس اللي بتشتغليه ممكن تطلع معاكي بالعكس، فتبقى هنا بتشتغلي الحشو قبل العمود. تمام. احنا بنحافظ على تسلسل الغرزة، وهنا كده هبتدي بقى اكمل الشغل بتاعي بشكل طبيعي. الغرزة اللي جاية يفترض ان هي تبقى عمود، واللي بعدها حشو، وهكذا عمود حشو عمود حشو. طبعا احنا هنا كده على منطقة الظهر وبنشتغل بنفس طريقة الباترون بالظبط، مش هغير اي حاجة. همشي لحد ما نوصل للمارك التاني علشان نقفل الابط زي ما قفلناه في الاتجاه ده كده. شايفين كده من مكان ما كنا موجودين ووصلنا منطقة الإبط في الاتجاه ده كده، مشيت بغرزة وغرزة بنفس التسلسل، وانا هنا كده قبل العلامة او الماركر اشتغلت اخر غرزة بالنسبة لي هنا كانت حشو، يبقى الدور على غرزة العمود بلفة، هشيل الماركر او العلامة وهشتغل غرزة العمود. اذا انا بشتغل بنفس التسلسل سواء كانت زاوية او السطر هو بنفس الشكل كده. في حشو يبقى في عمود، اشتغلت العمود اشتغل حشو، انا كده اشتغلت غرزتين جوه يعني الزاوية، واخد السلسلتين الفراغ اللي باخدهم وهتخطى كل الجزء ده كده، واروح على الزاوية في الاتجاه التاني واقفل بنفس الطريقة. برضو اخلي بالي من الغرزة اللي بعد منتصف الزاوية هتبقى عبارة عن ايه. هنا هوت انا عندي حشو. تمام. وطالما حشو يبقى انا المفروض ابتدي هنا بحشو عمود علشان ابقى ماشية بتسلسل الغرزة. هروح كده بعد السلسلتين اجي على الزاوية واشتغل الحشو عمود. شايفين الزوايا مش متشابهة، مش بشتغل حاجة ستاندرد، لا بشتغل بنفس التسلسل اللي موجود على السطر. لو كان الدور على الحشو بشتغل، ولو كان الدور على العمود بشتغل. فانا اشتغلت كده حشو وعمود، والدور على غرزة العمود بلفة اهو، وهبتدي اكمل السطر بتاعي زي ما بشتغل من البداية. عندي غرز منتظمة لحد نهاية الدور اهو، هشتغلها غرزة عمود غرزة حشو بالشكل ده كده عكس الغرزة اللي موجودة معايا على الدور لحد نهاية السطر. وطبعا زي ما احنا شايفين احنا هنا في المرحلة دي نبقى قفلنا منطقة الإبط في الاتجاهين. وصلت على نهاية السطر. في النهاية عندي هنا اخر غرزة بالنسبة لي غرزة حشو اهي. اخلي بالي ان انا برضو هسحب اللون التاني اللي كنت بشتغل بيه، لاني هرجع واروح بالسطور، خلاص ما بقاش عندي زوايا، ولكن انا محتاجة للونين علشان اقدر اروح واجي. تمام. ففي اخر غرزة برضو بالشكل ده كده هسحب اللون مرة تانية بحلقة بداية جديدة بالشكل ده، واجي اسحبها في غرزة الحشو، ابقى انا سحبت اللون مرة تانية واصبح معايا على الدور. خلاص كده في المرحلة دي احنا قفلنا منطقة الإبط زي ما احنا شايفين مع بعض كده. بصوا معايا اصبح السطر بتاعي سطر منتظم. هنفضل نروح ونيجي بالسطور حتى اسفل الإبط. هنا بقى عندي سلسلتين هعملهم معاملة الدور بشكل طبيعي خالص، غرزة وغرزة على يعني تسلسل الغرزة اللي انا شغالة بيه. تمام كده. فانا هنا من مكان ما احنا موجودين طبعا سحبت اللون التاني مرة تانية، وهبتدي انقل معايا اللون، مش هفصله بقى خلاص زي ما كنا بنشتغل من بداية الباترون كده. هفصل هودي اللون ده على السطر عشان ينتقل معايا. فانا اخر غرزة بالنسبة لي كانت غرزة حشو، وسحبت اللون التاني مرة تانية بنفس الطريقة اللي بنشتغلها من بداية الباترون، مش هغير حاجة. فبرتفع سلسلة كده وبلف السطر بتاعي واسحب اللون التاني ده معايا على السطر برضو عشان ينتقل خلاص. تمام كده. وهشتغل عكس الغرزة، كانت غرزة حشو اللي نهيت بيها، يبقى انا هبتدي بغرزة عمود بلفة. انا بشتغل مش ارتفاع، بشتغل غرزة حشو سلسلتين، وبكده بقى ارتفعت باول عمود. تمام كده. بعد ما اشتغلت بالطريقة دي هبتدي بقى خلاص كده الاوتوماتيك ان الغرز اتعكست معايا. احافظ ان انا اخد على السطر معايا اللون اللي كنت بشتغل بيه اللي هو التاني. تمام كده. وبعد ما اشتغلت العمود يبقى الدور على غرزة الحشو، فهشتغل الحشو على مكانه بالشكل ده كده، واستمر بقى زي ما بشتغل غرزة وغرزة، غرزة عمود غرزة حشو.
غرزة عمود، غرزة حشو، وهستمر كده لحد نهاية الدور. حتى اسفل الابط اصبح عندي غرزتين عاديين خالص هشتغل عليهم، سلسلتين هشتغل بنفس تسلسل الغرزة. لما اجي هنا كده هشتغل، اذا كان الدور على الحشو هشتغل حشو عمود، واذا كان الدور على العمود يبقى هشتغل عمود حشو، واستمر كده لحد نهاية الدور. وصلت على نهاية الدور، شايفين حتى اسفل الابط اشتغلت بشكل طبيعي خالص، غرزة وغرزة على السلاسل، واصبح عندي سطر منتظم من نفس الغرزة كده بنفس التسلسل. وانا هنا على النهاية وبشتغل اخر غرزة. اخر غرزة اشتغلتها هنا حشو، يبقى الدور على العمود، هاخد العمود بتاعي بشكل طبيعي على اخر غرزة كده، هاخد حلقتين وارجع في الحلقتين التانيين بسحب اللون التاني بالشكل ده كده علشان اشتغل الدور اللي جاي. طبعا انا هشتغل بقى من نفس باترون الغرزة كده رايح جاي بالسطور، ما بقاش عندي اي زوايا، حتى اسفل الابط بقت سطر عادي خالص غرزة وغرزة. كل اللي هخلي بالي من هنا يعني بالي منه من هنا ورايح هو انه ابدل الغرزة الاخيرة. فانا هنا نهيت بغرزة عمود بلفة، يبقى اذا هرتفع غرزة حشو، هرتفع سلسلة والف السطر بتاعي واتاكد ان انا بنقل اللون معايا على الدور بالشكل ده كده. هشتغل على طول على الغرزة الاخيرة كده غرزة حشو، ابقى انا عكستها، وبالتالي اوتوماتيك كل الغرز معايا هتتعكس. ما دمت عكست الغرزة الاولى يبقى اوتوماتيك بقى همشي غرزة وغرزة، ادي غرزة عمود وغرزة حشو، وهكذا هستمر بنفس الطريقة. بستمر قد ايه؟ برتفع بالقطعة طبعا لحد الطول اللي انا حباه. طبعا بنحتسب القوط اللي هنشتغله على النهاية من الطول الكلي، وبالتالي انا هرتفع ونرجع نشوف الخطوة اللي جاية. ارتفعت بالسطور زي ما احنا شايفين، وصلت للطول اللي انا حباه. بعد كده بنكون القوط اللي تحت، وانا على نهاية الدور وسحبت اللون اللي عليه الدور، وبتوقف عند اللون اللي هشتغل منه الاطار بالشكل ده كده، هشتغله من اللون الغامق زي الرقبة. فانا وقفت عند السطر ده كده، وهبتدي ان انا افصل اللون الفاتح مش هحتاجه، وهكمل الدور اللي جاي. وانا هنا من مكاني بالشكل ده كده هبتدي ارتفع ب6 غرز، 1 2 3 4 5 6، والست غرز دول يعتبروا معايا عرض القوط اللي انا هشتغله. وطبعا لو بتشتغلي قياسات كبيره وحابه تعرضيه اكتر من كده ممكن ترتفع ب7 8 العرض المناسب على القياس. انا بالنسبه لي كده زي ما احنا شايفين، بعد ما ارتفعت هبتدي اعمل ايه؟ هفوت اول غرزه على طول اسفل الابره، وهبتدي اشتغل على باقي الغرز. انا ارتفعت ب6 غرز، يبقى هفوت السلسله اللي تحت الابره كده، وهدخل في السلسله اللي بعدها وهشتغل 1 2 3 4 والغرزة الخامسة والأخيرة. وانا كده وصلت على مكان الجاكيت مرة تانية زي ما احنا شايفين كده. تمام. بعد كده بعمل ايه؟ هلف السطر بتاعي بالشكل اللي احنا شايفينه، وهبتدي ان انا اخد منزلقة على الغرز اللي موجودة عندي زي ما احنا شايفين كده. انا بعد ما قلبت الشغل بتاعي كده هاجي على الغرزة اللي عليها الدور اهي، وهنزل تحت حلقتين الغرزة عادي خالص، وهاخد غرزة منزلقة بطلع من الحلقة اللي على الابرة، وبعد كده الغرزة اللي بعدها على طول برضو تحت حلقتين الغرزة وهاخد غرزة منزلقة. ابقى انا كده وصلت الجزء اللي انا اشتغلت منه بالشكل ده كده، منزلقة في منزلقة. تمام. وبعد كده بعمل ايه؟ بلف الجاكيت بتاعي مرة تانية علشان ارجع على الغرز اللي انا كونتها ديت، بس هشتغلها على الباك لوب او على الفتلة الخلفية. يفترض ان انا عندي 5 غرز هنا لاني فوتت الارتفاع، كنت مرتفعة ب6 واشتغلت على 5، يبقى انا عندي 5 ثابتين هشتغل عليهم على طول. تمام. حسب بقى ما انت هترتفعي. انا هنا اهوت كده هبتدي اشتغل 1 2 3 4 5، ادي الغرزة الخامسة اللي عليها الدور، بس هشتغلها على الباك لوب كده الفتلة الخلفية، وهاخد غرزة حشو من الغرزة البسيطة اللي هي حلقتين بالشكل ده كده، وبطلع منها بدون اي ارتفاع ولا اي حاجة. وبعد كده بكرر بقى الغرزة اللي عليها الدور هشتغلها على الباك لوب، وكل غرزة من الغرز اللي احنا كوناها كده هنشتغلها على الباك لوب بغرزة الحشو البسيطة بالشكل ده كده لحد ما بنوصل على اخر غرزة. بعد ما بنوصل على اخر غرزة كل اللي احنا بنعمله بيبقى تكرار بقى. تمام. بفضل رايحة جاية بالسطور على الجزء ده كده، وكل ما بوصل للجاكيت باخد غرزتين منزلقة. تمام كده. انا هنا بقى في النهاية بعمل ايه؟ برتفع سلسلة وبلف السطر بتاعي بالشكل ده كده. تمام.
برجع مرة تانية بنفس الطريقة. الارتفاع ما بشتغلش عليه، وبشتغل على طول من اول غرزة من على الغرز بتاعتي، وبرضو هشتغلها على الباك لوب. كل الغرز بتاعتي بعد كده على السطور اللي جاية هتبقى على الباك لوب وبس، على الفتلة الخلفية كده بكون غرز حشو من الغرزة البسيطة زي ما احنا شايفين اللي هي حلقتين وبنطلع منها لحد اما بوصل لاخر غرزة. لما بوصل لاخر غرزة بالشكل ده بعمل ايه؟ وصلت على الجاكيت. كل ما بوصل على الجاكيت باخد غرزتين منزلقة. الغرزة اللي جاية وعليها الدور اهي، تمام، بنزل تحت حلقتين الغرزة عادي خالص واسحب منزلقة، ثم الغرزة اللي بعد كده برضو بنفس الطريقة بدخل واشتغل منزلقة. ومن عند الجاكيت ما بنرتفعش، بنرتفع بس سلسلة من هنا وبنتجاهلها ونرجع بالدور. لكن لما بنوصل هنا كده ونشتغل الاتنين منزلقة بلف بالدور على طول بالشكل ده كده بدون اي ارتفاع، وابتدي اشتغل على الاطار مرة تانية. بشتغل على الخمس غرز بتوعي، وبرضو على الباك لوب زي ما احنا شايفين كده نفس غرز الحشو. باخد غرزة فوق كل غرزة كده على يعني المجموعة الغرز اللي انا ارتفعتها على الكوت، اللي هي تعتبر معايا انا 5 غرز بالشكل دول كده. لما بوصل على النهاية بعمل ايه؟ شايفين انا على نهاية الكود فبرتفع سلسلة والف السطر بتاعي وارجع بالدور مرة تانية. ما بشتغلش على سلسلة الارتفاع، لكن على اول غرزة على طول من ال5 كده، وبسحب غرز حشو مرة تانية لحد الجاكيت بالشكل ده كده. انا ما حبيتش افصل الجزء ده علشان يبقى الكوت واضح، اشتغلناه قبل كده على جاكيت غرزة البابل، تمام، وفي ناس سألتني عليه. تمام، انا هنا كده بعد ما بوصل للجاكيت مرة تانية بعمل ايه؟ باخد منزلقة في منزلقة. الغرزة اللي عليها الدور اهي، تمام، بسحب منزلقة واللي بعدها منزلقة، ومن هنا كده ما برتفعش ولا اي حاجة. لما بكون على الجاكيت ما برتفعش، بلف على طول السطر بتاعي بعد ما بشتغل المنزلقة كده، وارجع مرة تانية على الباك لوب من اول غرزة عندي كده غرز حشو لحد النهاية، برتفع سلسلة وارجع بالدور مرة تانية اشتغل 2 منزلقة وبرجع بالدور، وهكذا بقى هفضل اكرر بنفس الطريقة كده لحد اما نوصل على نهاية الجاكيت. يعني زي ما احنا شايفين كده بيتكون معايا الاطار السفلي او الكوت، وهيفضل يتكون معايا لحد ما نخلص الجاكيت كله على المرد في الاتجاه التاني. شايفين اتكون معايا الاطار بالشكل ده كده، وانا هنا على النهايه ومتبقي معايا يعني سطر واحد هنشتغله مع بعض. زي ما احنا شايفين انا ارتفعت ارتفاع عادي خالص وهرجع بالدور، تمام. انا كده على النهايه، وهنا الوضع بيختلف من قياس للتاني. المفروض ان انا لما بوصل للجاكيت كده باخد 2 منزلقه، تمام. اذا لقيت غرزتين منزلقه باخدهم عادي، لكن انا هنا عندي غرزه واحده متبقيه هي نفس الغرزه الوحيده دي هاخدها منزلقه برضو كده، وبكده نبقى نهينا الاطار وانتهى معايا بالشكل اللي احنا شايفينه كده. شايفين ده شكل الرقبه نفسها اللي احنا اشتغلناها على البدايه. انا هنا كده خلاص بعد ما خلصت باخد سلسله تأمين وهرفع الخيط وهقص، وزي ما احنا شايفين كده يبقى كونا الاطار السفلي بالشكل ده كده. وفي المرحله دي هبتدي اشتغل على المرد. انا هوصل الخيط بالشكل ده كده اللي هشتغل منه المرد بحلقه بدايه جديده من على يعني اسفل الاطار بالشكل ده كده، تمام. وبعد كده هبتدي ارتفع بسلسله واحده. هشتغل الاطار عادي خالص من غرزه الحشو فتحت الابره على طول في نفس الغرزه اللي وصلت فيها كده، وهشتغل غرزه حشو من الغرزه البسيطه اللي هي حلقتين وبطلع منها، وهستمر بنفس الطريقة كده على كل سطر. المفروض ان انا هنا على عرض الشغل ممكن اخد اطراف الخيط دي تختفي بالمرة بالشكل ده كده على السطر، وكل سطر هيقابلنا بنشتغل غرزة حشو واحدة بالشكل ده كده، تمام. وهستمر بقى لحد اما اوصل على مكان الرقبة فوق بنفس الطريقة كده. هحاول ان انا اخد اماكن منتظمة واشتغل بنفس غرزة الحشو البسيطة كده لحد فوق. حتى على السطور الالوان هنا زي ما احنا شايفين كده هاخد على كل سطر فيهم باخد غرزة حشو واحدة بالشكل ده كده، تمام، عشان ما نشتغلش تزايد. يبقى على كل سطر بنشكل غرزة واحدة كده لحد فوق. اشتغلت بنفس الطريقة كده ووصلت فوق، وهنا كده انا على اخر غرزة على الرقبة نفسها اهو، وهبتدي ان انا اخد غرزة الحشو الاخيرة وهرتفع سلسلة. وكل اللي انا هعمله هلف السطر بتاعي بالشكل ده كده، وهرجع بشكل راجع على الغرز المنتظمة عندي خلاص.
من اسفل الابره على طول على اول غرزه اللي هي غرزه الارتفاع، وهشتغل اول غرزه حشو واستمر بقى غرزه فوق كل غرزه كده لحد النهايه. طبعا انا هرتفع من نفس السطر كده واقرر بالعرض المناسب على الاطار واللي انا محتاجاه. طبعا هشتغل السويتر مفتوح، يعني مش هتقيد بيه زراير او كده، خاصه وان الغرزه دبل فيس واقدر استخدمها على الوشين. وبالتالي انا كل اللي انا هعمله هرتفع بسطور من غرزه الحشو زي ما احنا شايفين كده. كل مره بروح على النهايه برتفع سلسله وارجع مره تانية، وطبعا بالعرض المناسب اللي بنشتغله على القياس او القطعه. زي ما احنا شايفين كده انا ارتفعت ب3 سطور بس، والعرض ده مريح بالنسبه لي، مش هرتفع اكتر من كده. وطبعا زي ما قلتلك انت وراحتك ممكن تعرضي الاطار ده، خاصه لو بتشتغلي قياسات كبيره قد او المسافه اللي انت حباها على الباترون. انا هنا كده في النهايه بعد ما اشتغلت ومش هرتفع من جديد، هبتدي بعد اخر غرزه بالشكل ده كده اخد سلسله تأمين وهرفع الخيط وهقصه. طبعا هرجع اوصل الخيط على المرد في الاتجاه التاني، شايفين معايا كده هبتدي اوصله على الاتجاه التاني وامشي نفس عدد السطور رايح جاي علشان نبقى كونا المرد على الاتجاهين. زي ما احنا شايفين اشتغلت المرد على الاتجاه التاني، وفي المرحلة دي هنبتدي نشتغل على مكان الكم. فهاجي اوصل الخيط من اسفل الابط، هاجي اسفل الابط بالشكل ده كده واعمل حلقة بداية جديدة من اللون اللي عكس اخر لون على الكم، لاني هشتغل طبعا من نفس الباترون. وزي ما احنا شايفين هنا هوت كده في غرز مش منتظمة، هاخد الغرزة الاولانية وكمان الغرزة التانية هخش مع الغرزتين مع بعض واوصل الخيط بالشكل ده كده. تمام. وبعد كده هبتدي من اول غرزة منتظمة عندي من اللون المعاكس. هعمل ايه؟ هشوفها هي ايه، عمود هشتغل حشو، حشو هشتغل عمود. اذا انا عندي هنا غرزة عمود فهشتغلها حشو، بدخل بالشكل ده كده يعني اسفل حلقتين الغرزة بشكل مظبوط وسليم، وهسحب غرزة حشو بالشكل ده كده عكس الغرزة. تمام. انا بشتغل من نفس باترون الغرزة مش هغير اي حاجة. لما بلاقي عمود بشتغل حشو، لما بلاقي حشو بشتغل عمود. هلف الخيط والغرزة اللي جاية حشو هعكسها تبقى عمود، وهستمر بنفس الطريقة على لف الكم كده. هبتدي اشتغل لحد ما اوصل للبداية بتاعتي مرة تانية. بشتغل عكس الغرزة، مرة بشتغل حشو ومرة بشتغل عمود بالشكل ده كده. تمام. بنفس الباترون بالظبط، لما بلاقي عمود بشتغل حشو، ولما بلاقي حشو بشتغل عمود. طبعا احنا بنعكس اول غرزة بس، وبعد كده الغرز اوتوماتيك بتتعكس معايا. هستمر لحد النهاية. لفيت على دوران الكم بالشكل ده كده، وبعد اخر غرزة باجي اقفل منزلقة عادي على اول غرزة بدأت من عندها الدور. بس في المرحلة دي ببتدي اضيف اللون التاني مرة تانية. طبعا هشتغل من نفس الباترون محتاجة اللونين، ففي المنزلقة بسحب اللون اللي عليه الدور بحلقة بداية جديدة بالشكل ده كده. وزي ما احنا شايفين بقينا في دايرة مغلقة، واللي هنعمله دلوقتي هنمشي بنفس باترون الغرزة هي مع فرق بسيط جدا. احنا هنا كنا على الجسم ماشيين في شكل مفتوح، لكن هنا على المغلق كده بنعمل ايه؟ المفترض ان انا ارتفع بقى واشتغل عكس الغرزة والف بالدور مرة تانية. بس انا مرة هشتغله من جوه القطعة ومرة بشتغله من بره القطعة. يعني بعد ما قفلت منزلقة بالشكل ده كده يفترض ان انا قفلت على غرزة الحشو، يبقى المفروض ارتفع عمود لاني بشتغل عكس الغرزة. تمام. بس مش هكمل على نفس الاتجاه ده كده، لا، هلف الشغل بتاعي بحيث اكون من جوه الكم. شايفين؟ مرة هشتغل من جوه ومرة بشتغل عادي من بره. تمام كده. فزي ما احنا شايفين كده هرجع بقى، طبعا مش هفصل الالوان خلاص، هرجع احط اللون اللي انا مش شغاله بيه على السطر عشان يلف معايا. وانا اشتغلت اول غرزه عمود، يبقى تاني غرزه حشو. هتلاقيها خلاص اوتوماتيك مادام عكستي اول غرزه، الغرز اللي بعد كده اوتوماتيك هتبقى اتعكست. تمام. وفي الحشو بشتغل عمود، وهكذا بقى بشتغل بباترون الغرزة نفسها هي واتأكد ان اللون بيلف معايا على الدور كده علشان اقدر اخده في المنزلقة على نهاية الدور والف باللون الجديد. وهستمر بنفس الطريقة. انا هستمر كده على السطر ده ونرجع اوريكم بداية السطر الجديد علشان نعرف ازاي بنشتغل مرة من جوه كده. شايفين؟ انا يفترض ان انا بشتغل من جوه الكم. شايفين كده؟ مش من بره، لا، من جوه. تمام. وهخلص الدور ده ونرجع.
لفينا بالدور بالشكل ده كده. في النهاية بقفل المنزلقة عادي على سلاسل الارتفاع، بس مش هقفلها من نفس اللون، لا هقفلها من اللون المختلف بالشكل ده كده. ابقى سحبت اللون الجديد في المنزلقة اللي هشتغل بيه الدور اللي جاي. اول حاجة بفكر فيها على طول بعكس الغرزة. انا قفلت منزلقة في سلاسل الارتفاع الثلاثة، يعني كانوا عمود، فالمفروض ان انا ارتفع بسلسلة واشتغل غرزة الحشو. طب هشتغل غرزة الحشو وانا موجودة على مكاني كده على نفس الاتجاه من الداخل؟ لا، كل مرة باجي على بداية الدور بعكس اتجاهي بالشكل ده كده. فمرة بشتغل من بره، ولما بوصل للنهاية بشتغل من جوه بالشكل ده. تمام. فانا هنا كده قلبت بحيث ان انا اغير اتجاهي، والمفروض ان في مكان الارتفاع هو اشتغل غرزة حشو، ابقى عكست الغرزة الاولى. تمام كده. وبعد كده بقى بلف الخيط واشتغل على الغرزة اللي جاية في مكانها غرزة عمود، غرزة حشو، واستمر بقى بنفس الطريقة كده. هو بس الملحوظة المهمة اللي تخلي بالك منها انه اللون التاني اللي ما بنشتغلش منه بينتقل معانا على السطر كده. تمام. غير كده وكده كل مرة باجي على النهاية مرة بشتغل من جوه، يعني بعكس اتجاهي، مرة اشتغل من جوه ومرة اشتغل من بره، بس نفس باترون الغرزة، واتأكد ان انا بعكس الغرزة الاولى. كل الغرز هتتعكس معايا، وبرتفع بنفس الطريقة لحد طول الكم المناسب. انا هنا ارتفعت بالكم بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين، وطبعا انا ارتفعت بنفس الطول وعدد السطور اللي ارتفعتها على الكم التاني قبل ما نشتغل الكوت او الاسوره. تمام. الاسوره دي هي نفس فكره الكوت اللي احنا اشتغلناه السفلي تحت، وانا هنا كده على النهايه وخلاص انتهيت. هبتدي اشتغل من اللون الغامق، وبالتالي انا خلاص مش محتاجه اللون ده. باجي على نهايه الدور واقفل منزلقه بنفس اللون اللي انا هشتغل منه الكوت، وطبعا اللون ده خلاص هفصله بالشكل ده كده. تمام. ونبتدي نشتغل الكود بنفس الطريقه بالظبط، مع فرق ان انا هنا هعمل شويه تناقص علشان الاسوره تضيق معايا بالشكل اللي احنا شايفينه. نفس التناقص ده تقدري تعمليه على الكوت من تحت لو انت حابه تقللي مساحه الكوت عن الجاكيت. تمام. بس انا هوريكي الطريقه على المكان ده. هو بنفس الطريقه بالظبط هنشتغله، لكن هشتغله بسلسله زياده. انا اشتغلت الكوت ب6 سلاسل، لكن هنا هرتفع على الاسوره ب7 سلسله. بنفس الطريقه كده بعد ما قفلنا منزلقه بنرتفع بسلاسل حره عباره عن 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، واشتغل عليهم بنفس الطريقه اللي شفناها مع بعض، بس يبقى اول سلسله واشتغل على باقي السلاسل. ومعنى كده ان انا يبقى عندي 6 غرز ثابتين معايا هشتغلهم، كل غرزه فيهم بنشتغل غرزه حشو اهو زي ما اشتغلنا على الكوت السفلي. تمام. مش هغير الطريقه ولا اي حاجه، لكن لما نيجي عند الماركرز هوريكم احنا ازاي بنقدر نعمل تناقص علشان نقلل من حجم الكوت. انا هنا وصلت للجاكيت والكم اهو، دوران الكم. لما بشتغل على السلاسل الحره كده بعمل ايه؟ باخد 2 منزلقه، ادي السلسله اللي عليها الدور منزلقه بالشكل ده كده، ثم اطلع منزلقه، ثم الغرزة اللي بعدها كمان منزلقة. ما انا اشتغلت منزلقة في منزلقة بنفس الطريقة اللي كنت بعملها. من هنا كده مفيش اي ارتفاع، بلف بالسطر بتاعي وابتدي اشتغل على السلاسل الحرة مرة تانية، لكن من هنا ورايح بنشتغل على الباك لوب من اول غرزة معايا. يعني بنفس الطريقة كده انا هستمر زي ما شفنا على الكوت السفلي عشان ما نعيدش الشرح مرة تانية وعشان الوقت. وبعد كده هرجع عند الماركر الاول واوريكم احنا بنعمل ازاي. هفضل امر بالسطور كده غرز حشو على الباك لوب وارتفع سلسلة. لما بنبقى في نهاية السلاسل الحرة هنا بناخد سلسلة ارتفاع، لكن واحنا عند المنزلقة ما بناخدش ارتفاع واحنا راجعين. تمام. برتفع السلسلة والف السطر بتاعي واشتغل منزلقة في واشتغل حشو على الغرز دي في الباك لوب. ولما بوصل هنا بشتغل 2 منزلقة. لما اوصل للماركر الاول هوريكم بنعمل التناقص ازاي. اهو اشتغلت على الاسوره بنفس الطريقه كده عدد من السطور ووصلت على اول مارك. شايفين انا المفروض ان انا اشتغلت الحشو بتاعي ووصلت على الكم. هنا المفروض اخد 2 منزلقه. تمام كده. لكن انا مادام وصلت عند مكان الماركر كده هشيل العلامه وهشتغل وانا باخد 2 منزلقه. هشتغل ال2 منزلقه عادي، ادي 1 والغرزه اللي عليها الدور 2. تمام. وانا عشان مكان المارك يبقى هشتغل منزلقه زياده، يعني هاخد 3 منزلقه بالشكل ده كده. تمام. الغرزه اللي عليها الدور كمان منزلقه. اذا انا عند الماركرز او العلامات اللي انا حطيتها كده، وطبعا العلامه دي مش هحتاجها تاني،
عند العلامات اللي انا حطيتها كده الاربع اماكن اشتغلنا في المكان الاول، فاضل 3 اماكن عندي على الاسوره. كل ما اوصل للماركر بشتغل 3 منزلقه مش 2، لكن هو نفس طريقه العمل. اخدت ال3 منزلقه على طول بدون اي ارتفاع، بلف السطر بتاعي بالشكل ده كده وارجع على السلاسل الحره بتاعتي او عدد الغرز اللي انا بشتغلها بالشكل ده كده، وهمر بغرزه حشو واحده فوق كل باك لوب كده او الفتله الخلفيه، وفي النهاية اخد سلسلة ارتفاع وبرجع بالسطر مرة تانية بالشكل ده، سلسلة والف بالسطر واشتغل برضو على نفس الغرز هي على الارتفاع. ما بشتغل بداية من اول غرزة من عدد الغرز الثابتة معايا. زي ما قلت لكم انا المفترض ان انا ارتفعت بيه 7 سلاسل وسبت سلسلة للبداية، يبقى عندي 6 غرز بشتغلهم بالشكل ده كده. وبعد ما اشتغلهم بوصل على المكان اللي بشتغل فيه منزلقة اللي هو دوران الكم. بعمل ايه؟ اخلي بالي الغرزة الواسعة اللي بتبقى على نهاية السطر بتاعي بتبقى غرزة واسعة اشتغلت فيها المنزلقة الاخيرة، فانا بشتغل الغرزة اللي عليها الدور بالشكل ده كده. اخد الغرزة اللي عليها الدور منزلقة واللي بعدها منزلقة، اشتغلت 2 منزلقة والف السطر بتاعي بدون اي ارتفاع واشتغل. فقط لما اجي عند الاماكن ديت بعمل 3 منزلقة، بدل ما باخد 2 باخد 3. تمام، عشان الاسوره تضيق معايا شويه. وزي ما قلت لكم تقدروا تعملوا كمان كده على القوط السفلي اذا انتوا حابين يبقى اقل من يعني حجم الجاكيت. تمام كده. انا هنا خلاص هبتدي ان انا اعمل ايه، هكمل الشغل بتاعي بنفس الطريقه كده على دوران الكم. وفي اماكن اللي انا واخداها دي مش اماكن ثابته ولا اي حاجه، حسب القياس اللي بتشتغليه. ممكن تاخدي 4 اماكن 5 اماكن، ممكن تاخدي 3 اماكن لو قياس صغير قوي، يعني حسب حجم الدايره وحسب حجم الاطار اللي انت حابه تضيقيه يبقى قد ايه. تمام كده. ومش على مسافات منتظمه ولا اي حاجه، بس انت خدي مسافات وحطي العلامات بتاعتك. انا طبعا هشتغل بقيه الاسوره. تمام، داير ما يدور دوران الكم. ونرجع نشوف الخطوه اللي جايه. لفيت داير ما يدور الاسوره بالشكل ده كده، وزي ما احنا شايفين انا وصلت للنهايه. في النهايه هنا عندي يعني متبقي معايا غرزه واحده هشتغل عليها غرزه منزلقه، سواء اتبقى عندك يعني غرزه او ما اتبقاش بنشتغل منزلقه على غرزه البدايه. يعني لو ما عندكيش غرزه في النهايه كده تشتغلي عليها، بتشتغلي على غرزه النهايه او اللي احنا بدأنا من عندها منزلقه، وبعد كده بنرفع الخيط شويه ونخلي الخيط بزياده علشان نقفل الجزء المفتوح على الاسوره. فبالشكل ده كده هفصل الخيط، ونفس الخيط ده بنرجع نلضمه في ابرة التنظيف كده، ونبتدي نحط القطعة المفتوحة. شايفين القطعة اللي في النهاية على الاسورة كده على بعض، وابتدي اخد فتلة امامية وفتلة خلفية من الغرزة المقابلة كده، وهخيط خياطة لفة عادية خالص بالشكل ده كده. اقفل الجزء المفتوح فتلة من هنا وفتلة من هنا بالشكل ده، وخياطة لف على مدار الغرز اللي موجودة معايا كلها، غرزة والغرزة المقابلة، واتأكد ان انا قفلت الجزء ده كويس بالشكل ده. وبعد كده بعمل ايه؟ بدخل جوه على ظهر القطعة بالشكل ده كده من الداخل، واخش شوية تحت الغرز بشكل راجع. ممكن اخد غرزتين تثبيت وبعد كده بفصل الخيط زي ما احنا شايفين مع بعض كده. اما بتدخل معايا على جزء من الغرز بتخلص من الزيادة وبقصها. زي ما احنا شايفين اتكون معايا الاسوره وبقت اضيق من الكم زي ما احنا شايفين كده. انا للامانه عشان حبايبي اللي بيطبقوا معايا وحابين يعني يطبقوا نفس التطبيق بالظبط، انا عملت نفس التناقص ده بس ما صورتهوش على القوط السفلي. اخدت ال4 علامات على مدار، يعني فردت الكود بالشكل ده كده، واخدت 4 أو 5 علامات وعملت عليهم نفس التناقص. كل مرة كنت باجي عند العلامة بدل ما اشتغل 2 منزلقة بشتغل 3، وده بيقلل معايا الكود شوية. بس انا ما صورتهوش على الاطار السفلي، يعني في ناس بتحب تشتغل الاطار السفلي قد حجم الجاكيت ما يبقاش اضيق شوية، لكن انا نفس التناقص اخدت 4 علامات واشتغلتهم بنفس الطريقة على مدار الكود السفلي اللي صورته معاكم على الاسوره. لكن طبعا الاسوره لازم نعمله علشان دايما بتبقى اقل من سمك الكم او اقل من حجم الكم عشان تدينا منظر اللي احنا شايفينه كده وتبقى مظبوطه عند المعصم. خلاص كده بكده نبقى انتهينا من الكم وكوناه في الاتجاهين زي ما احنا شايفين مع بعض كده.
وبكده يبقى انتهى الباترون معايا. شايفين قد ايه من الباترونات الحلوه جدا والروعه. زي ما قلت لكم بتبقى دبل فيس، بيبقى فيه لون افتح من لون، وحسب التنظيف بتاعك واي زوائد خيط معاكي بتنضفيها زي ما شفتي كده نهايه الاسوره، وبتبقى جاهزه معانا على الاستخدام. شايفين انا على الاتجاه التاني ركبت له جيوب قطعة الجيب، وطبعا القطعة دي اشتغلتها معاكم على حلقة الفيست اللي فات. لو ما شفتهاش معايا هتلاقيها في اول تعليق مثبت تحت الفيديو. نقدر طبعا ان احنا نلبسه على الاتجاه ده كده، والاول الاتجاه السادة انا سبته ما عملتلهوش يعني قطع للجيوب علشان يبقوا مختلفين بالشكل اللي احنا شايفينه. وبكده يبقى انتهى باترون النهارده. اتمنى يكون الباترون كان مفيد وعجبكم وتقدروا تجربوه معايا، ويا ريت كل اللي استفاد ما ينساش يعمل لي لايك. اذا بتتابعوني او بتشوفوني لاول مره وحابين تكونوا معايا على القناه، ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب او اشتراك عشان تشوفوا كل جديدي على قناه كولكشن، وفعلوا اشاره الجرس يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.